خوب الدهينة شقليتية. هسه راح نشتغل دهينة طريقة الطبخ. شكر 1.25 كيلو. كيلو وربع شكر. كيلو وربع شكر. هنا كيلو مي. نص كيلو دهن. عمو نص كيلو دهن. خلي عليه دبس شوية هيك حق نص استكان أو أقل. هذا بدي يعطيها فد طعم ونكهة، ونخلي فوقها راشي. هذا راشي رشة قليلة. هسه كيلو وربع خلينا شكر، وخلينا كيلو مي، خلينا نص كيلو دهن حر، خلينا دبس تقريبا ربع كوب، وخلينا وياه راشي. راح نوديهن على النار ورا مدفور، نذب عليها الطحين اللي هو كيلو 750، ونظل نعجن بيه. راح يدغلص عندنا، بس احنا راح نضربه هذا البولة عند المضرب على مود يروح شو اسمه الطحين هذا الدغاليص مالته، وتصير هاي كلها تصير صاجة 60 في 40. تابعوا. قبل المبروش لازم ندهن الصينية بدهن، دهن حلو دهن عادي بس كثروا يعني على مود. خلي مبروش من 750 إلى كيلو. أنا عندي الشكر والمي والدهن والدبس على النار. خلي المي يفور. وزنت كيلو 750 غرام طحين. ورا ما يفور مباشرة أخليه هنا وأظل أعجن به. مجرد اجيب شويه مبروش بس اعدل الاطراف. اللي يحب ويخلي في الداخل يعني فوق المبروش يخلي جوز عادي، هم فسخ حلبيهم عادي اللي يخلون. اما الحشوه بالقيمر فش يسوون؟ تنصب طريقتين مرحلتين. طبقة خفيفة يتخلي القمر، بعدين يصير طبقة فوقها. وإن شاء الله هم راح أسوي بيها فيديو القمر. وأكو هواي طرق حياتي، يعني خاف يجي واحد يقول بدون ما تحميها، بدون ما تسوي بدون ما يعني تطبخها على الطباخ. هواي طرق، كل منو طريقته الخاصة. هاي هنا على الطباخ انتظرن يفورن. بعد ما يفورن اخلي الطحين اللي هو كيلو 750. هسه هنا بدل الدهن ويا المي
بس يفور نذب الطحين. هسه عيني فارد يعني بدأ يفور. هسه بدأ يفور. شو نسوي احنا؟ نطفي من اقول لك دير دقيقة. بس هذه يفور فورة زينة. ديرها كلها شوي شوي. نص. يلا دير نص. دير هذا هيك على مود الطحين نجيب فركة ينمرق. بعد ما كملناها بهذا البولند خفاقة طلعت لنا بهذا الشكل. هسه نروح نصبها بالصينية. صينية 60 في 40. نعيد المقادير: كيلو إلا ربع شكر، كيلو مي، نص كيلو دهن، كوب نص كوب دبس، وربع كوب راشي. على نار لما فارغ خلينا عليهم كيلو 750 غرام طحين. كيلو 750 غرام طحين. وهاي الطريقة قدامكم. بس نجي نصبها بالصينية. بسم الله. طريقة التعديل ترى سهلة. اسحب على الزوايا. درجة حرارة الفرن أول ساعتين خلوها 100 عدد، فوق وجوا 100. بالنسبة لهاي صاجعين 40 في 60 مو مال بيت. أول ساعتين 100. تاخذ بالفرن تقريبا 4 ساعات ونص إلى 5، لأن هاي طريقة طبخ يعني مو 7 ساعات وهاي. بعد ما تطلع من الفرن وهي حارة من فوق خلوا عليها دهن حر ومسحوها بالأخير.
تنطفى نكهة، وثاني شي ما تيبس. تريدوها تطلعوها للمعرض قبل تبيعوها، طاولة نفس الطاولة خلوا في مي بالشعب وخلوها بنص الطاولة حتى تبرد بسرعة. هسه نتركها نص ساعة، يلا ندخلها فرن. هنا بعد ما طلعت من الفرن راح اقلبها. خوب الدهينة شقليتية، الطعم ما شاء الله كل شي، وهذا شكلها.